كلمة عشائرنا الأصيلة تفضل بإلقائها جناب الشيخ الكريم أبو هشام الحفاظي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم أيها الجمع الكريم، حياكم الله أيها الأفاضل والسادة والشيوخ والوجهاء، حياكم الله أيها الأحرار يا أصحاب الكلمة. أنتم أصحاب الكلمة، وأي كلمة؟ إن الإيمان بالله كلمة، والشرك بالله كلمة، ودخول الجنة بكلمة، والخروج منها بكلمة، إلا الله جل جلاله فهو وجود وكلمة، الذي أوجد الوجود، سبحانه الموجود قبل الوجود، سبحانه الباقي بعد فناء الوجود. حياكم الله أيها الجمع المبارك. إن حضوركم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على نصرتكم لقائدكم وسيدكم السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر. إن جمعكم هذا المبارك وحضوركم إن دل على شيء فإنما يدل على وفائكم لمرجعكم السيد محمد صادق الصادر، حين قال إن الدين والمذهب بذمتكم. فحياكم الله وبياكم، ولكم كل التحية والإجلال والإكرام. وأختم حديثي هذا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان ولا زال قائدنا الصدر المقتدى ثابت الموقف، متمسك بمبدأ حب الوطن من الإيمان، فها هو اليوم يقف مع شعبه ووطنه ويدعم الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب. فالشعب قد رفض وقاطع، رفض الفاسدين وقاطع انتخاباتهم التي لا يؤمنون حتى هم بنتائجها، وكأنهم نخبة جاءت من السماء وما هم إلا أفاعي فساد كسر جمعهم المقتدى بعصا أبيه. أيها الأحبة، كي لا يقول أحد إن الحوزة قد تركتنا وجعلتنا نخوض مع الخائضين، فالمرجعية قالت كلمتها، والقيادة الدينية قالت كلمتها، واليوم أيضا نستمع إلى كلمة رجال الحوزة ليكونوا معنا شاهدين